السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. الصين قالت كفاية كده، مش هنخسر تاني في العربيات. مسودة قرار طلعت من يومين في الصين ومطروحة للنقاش على مستوى الصينيين تجار ووكلاء لغاية آخر الشهر. اما نشوف هيحصل ايه. الصين الفترة اللي فاتت كان عندها سياسة مهمة جدا، انها عايزة تستحوذ على السوق العالمي بأي شكل، سواء بالعربيات الكهرباء او حتى بالعربيات البنزين اللي هم بقوا ينتجوها بنسب قليلة جدا. وعلشان ينفذوا السياسة دي ويستحوذوا على السوق كانوا بيحرقوا في الأسعار بتاعة العربيات على مستوى العالم كله. كل ده طبعا كان بدعم من الحكومة الصينية أو حتى كبار المستثمرين ورجال الأعمال الصينيين اللي عايزين ينتشروا قبل ما يكسبوا. هيئة تنظيم السوق الصينية طلعت بمسودة قرار ذكرت فيه حيثيات للقرار قبل ما تقول القرار هو ايه. قالت فيها باختصار شديد ان ده كويس للعملاء على المستوى القصير، لكن على المستوى البعيد لما الشركات دي هتستمر في الخساره وبالتالي هتفلس وهتقفل، وده فيه ضرر للعميل بشكل كبير قوي. المسوده اللي انتشرت في رويترز قالوا فيها باختصار ان ممنوع اي شركه تخسر في العربيات بعد كده، سواء عن طريق خصومات الكوبونات، ايا كانت طريقه الخصومات اللي انت هتعملها للعميل هتؤدي الى خسارتك في الاخر، فده ممنوع تماما. خد بالك القرار ده لو اتنفذ هيأثر بشكل كبير جدا على سوق السيارات وخاصة الكهربائية على مستوى العالم، اللي الصين بتستحوذ على أكثر تقريبا من 70% من صادراتها على مستوى العالم. القرار ده لو اتنفذ بالفعل هتخرج السيارات الصينية من المنافسة اللي كانت بتاخدها وكانت بتستحوذ عليها في السوق، سواء العالمي أو المصري برضه. يعني العربيات اللي أكثر كماليات وإمكانيات وي مقارنة بالعربيات الأوروبي أو الكوري أو الياباني، القصة دي هتنتهي. العربيات سعرها هيرتفع وهتبقى موازية تقريبا للعربيات التانية. القرار ده لو حصل بالفعل هيأثر على سعر العربيات الجديدة والمستعملة. الوكلاء والمستوردين هيضطروا ان هم يرفعوا اسعار العربيات بتاعتهم عشان يواكبوا اسعار العربيات اللي جايه من بره، وبالتالي اسعار العربيات كلها تختلف، وقد يؤدي ده لبعض الركود اكتر من الركود اللي موجود حاليا. يا فرحه الاوروبيين والامريكيين واليابانيين والكوريين، لان عربياتهم الفتره اللي جايه هتستحوذ على نسب وحصص اكبر في السوق بعد ارتفاع اسعار العربيات الصينيه. تفتكر القرار ده فعلا هيبقى في مصلحة المواطن وفي مصلحة المستهلك زي ما الصين بتقول، علشان ما يطلعش شركات وهمية تقعد فترة تبيع في عربيات وبعد كده تخسر أو تفلس وما يلاقيش العميل ده عربيات مشابهة لعربيته أو حتى قطع غيار ليها؟ شاركنا في الكومنتات، منتظرين رأيكم جميعا. السلام عليكم.